عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. يلا هنعمل النهارده صينيه جلاش مقرمشه وجميله وطعمها حلو بطريقه سهله جدا، وهنعمل الحمام المحشي وهوريكي ازاي تحشيه بطريقه سهله. هنجيب معلقتين كبار من السمنه وعليهم معلقه زيت، وهنزل فيهم بصله مفرومه ناعم لحد ما تصفر البصله دي خالص. هنزل عليها بالبهارات قرفه، جنزبيل، كزبره، فلفل اسود، ومعلقه من السبع بهارات، معلقه من السبع بهارات. هشوحها مع البصله. بعد كده هنزل بالكبد والقوانص اللي انا غسلاها ومنضفاها بتاعه الحمام لحد ما تاخد تشويحه كده. وبعد كده انزل بالرز اللي انا غسلاه الكميه اللي انت عايزاها، انا مزوده عشان احط رز في الطبق تحت الحمام. وبعد كده هنزل بالميه المغليه على الرز واظبط الملح بتاعه. اول ما يشرب هروح مطلعه منه الكميه اللي هحشي بيها الحمام واسيبه يكمل السوا بتاعه. الحمام دوت نغسله ونصفيه طبعا من الميه عشان ميبقاش فيه اي زفاره. وهمسك الحمامه كده اهوت وهبتدي احشي فيها. انا بزق الحشوه من تحت من البطن لحد الزور، مش بحشي من فوق الاول ومن تحت الاول. الطريقه دي حلوه قوي وما تخافوش، مش بتقطع الحمامه ولا حاجه. بقعد ازق كده لفوق وبضبط بايدي عشان الحمامه ما تفرقعش، ما تكبسهاش قوي. ولو عايزه بقى ترققيها انت من جوه. بعد كده بكتفها من رجليها زي ما انتم شايفين بطريقه سهله اهو، وبلف الجناحات. وبجيب بقى ميه سخنه وبحط فيها جزر وتوم وبصل، اي منكهات انت بتحبيها. وطبعا الميه دي مغليه، فاول ما الحمام هينزل في الميه مغليه هيقفل لوحده ومش هيفرقع. بسيبه ربع ساعه يغلي. طبعا بشيل الريم وبعد كده بنزل بالبهارات الجافه اللي هي فلفل اسود، حبهان، ورق رورو، لو ممكن تحطي لومي لو بتحبي طعمه. اول ما عدى ربع ساعه بوطي عليه واوري بالغطا. بصوا بقى بعد ما طلع مستوي ما فيهوش اي حاجه. لو انت عايزه تختبري الحمام اختبريه من الجناح وشوفي استوى ولا لا. وبعد كده بجيب طاسه فيها سمنه، معلقه سمنه بلدي كبيره وحبه زيت ذره. الزيت عشان يديني اللمعه والسمنه البلدي عشان تديني الطعم. وبحمره فيه كده وبطلعه. بعد كده هعمل بقى صينيه الجلاش. وجبت اللحمه الاول، بعد ما اللحمه دخلت تقريبا في السوا بنزل عليها ببصلتين كبار مفرومين، وبعد كده قرفه وجوز الطيب ونص معلقه كزبره صغيره وفصين توم مهروسين وفلفل اسود، واظبط الملح بتاعي. جبت الصينيه بتاعتي وكنت مسيحه مع زبده على زيت. ودهنت بقى الصينيه كويس، وبحط كل طبقتين، بين كل طبقتين ببتدي ادهن زبده وزيت اللي انا عاملاه. بعد كده بنزل بالحشوة وبقفل عليها، وبكمل بقى الطبقات زي ما هي، كل طبقتين زبدة وزيت لحد ما تخلص الكمية كلها. طبعا الجلاش بينشف بسرعة، فلازم نكون حاطين الفوطة جنبنا كده عشان ما ينشفش. بعد كده هتقطعه وهبدأ اعمل الخلطة من فوق. دي بيضة وبربها كويس عشان تفك ما تبقاش مكلكعه، وكوباية لبن، فلفل اسود وحبة ملح، وبضربهم كويس وبنزل بيهم على وش الصينية. دول كانوا فايدين شوية سمنة من اللي كنا بندهن بيهم وحطيناهم. بس كده هو ده. وبدخلها الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. وبعد كده كان طلع الحمام وطلعت الصينية وكانوا جمال جدا. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله وتكون ناجحة. كل سنة وانتم طيبين.